السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما إن الصيف بدأ وناس كتير جدا هتبدأ تحجز في فنادق سواء في مصر أو بره مصر، حابب النهارده أكلمكم إزاي تاخدوا فري روم أبجريد مع أي فندق أنتوا بتحجزوه. لو أنت أول مرة تشوفني، أنا اسمي محمد عبد الهادي، عايش في دبي وشغال في مجال الفنادق بقالي أكتر من 10 سنين. اول حاجه، اول ما تروح الريسبشن لو انت كنت حجزت في فندق، خلينا نقول حتى لو انت حاجز بي بي اللي هي البيد اند بريكفاست او هاف بورد او اول انكلوسيف، خلينا نقول انا حاجز الغرفه الستاندرد اللي هي اقل حاجه خالص في الفنادق. تمام. دي 95% من الفنادق بتديك فري ابجريد. اكشلي هم اوريدي بيدوك ابجريد علشان هم ما عندهمش غرف، ما عندهمش غرفه الستاندرد، الغرفه اللي انت حجزتها اصلا. كفنادق او معظم ريفينيو الناس اللي هي للايرادات اللي موجوده في الفنادق دايما بيكونوا سايبين الغرفه الاقل سعرا متاحه لو ما فيش مبيعات على الغرف العاليه. الغرفه الستاندرد خلينا نقول لو هي ب 1000 درهم والغرفه الاعلى منها السويت ب 5000، فانا شايف ان ما فيش حد بيحجز بال 5000، ما فيش هاي سيزون مثلا، فهفضل سايب الغرفه الستاندرد حتى لو هي على السيستم ادتني ماينس. لو انا عندي 10 غرف ستاندرد انا هعمل منها 15، مفيش مشكله، هبيع منها 15 وهعمل 5 ابجريد للغرف على السويتات، او هعمل لهم 5 ابجريد، 5 غرف ابجريد هديهم للسويتات، احسن ما بيعش خالص والسويتات تفضل مقفول. لو انا بعمل لها اوفر سيل او اوفر بوكينج على الستاندرد روم، هيكون انا مثلا عندي شايف حجزين، تمام، حجز باسم محمد عبد الهادي وحجز تاني باسم احمد صلاح مثلا. طيب احمد صلاح قاعد 3 ليالي، محمد عبد الهادي قاعد 7 ليالي، منطقيا هدي الابجريد اللي بيكون قاعد ليالي اقل، هديه لاحمد صلاح مش هديه لمحمد، علشان هو قاعد 3 ليالي وهدي له سويت. ليه اضيع السويت لمده 7 ليالي وانا ممكن بعد ال3 ليالي حد يجي يسال عليه او حد يبيعه؟ طيب ما بعتش السويت، مفيش مشكله، عندي حجوزات تانية ابيعها الستاندر وادي له تاني ابجريد. طيب تاني حاجه معانا، الغرفه اللي حجزتها مش جاهزه اللي انت تسكن فيها، الهاوس كيبنج لسه ما نضفهاش. كتير جدا من الفنادق اللي تشيك ان تايم بيكون من الساعه 2 للساعه 3 عصرا، ساعات بيكون في ايام بيكون فيها الدنيا زحمه جدا. في نفس الوقت الايام الزحمه دي الجست مش عايز يمشي في ميعاده اللي هو الساعه 12، بيطلب ليت تشيك اوت لحد الساعه 2 لحد الساعه 3. علشان كده دايما حاول بقدر الامكان لما تروح فنادق تروح قريب من ميعاد اللي تشيك ان. حتى انت ممكن توصل بدري الساعه 11 او الساعه 10 الصبح، بس يستخدم الهوتيل فاسيلتيز، خليك روح استخدم البحر وهنا وهنا، ما تعملش تشيك ان، مفيش مشكله، لان كل ما رحت بدري كل ما هتاخد الغرف اللي بتجهز بدري، يعني انت هيجهزوا لك كده كده غرفتك بدري. لكن لو انت رحت الساعه مثلا 3 وميعاد الدخول الساعه 3، بنسبه كبيره جدا 80%، انا بتكلم هنا في الويك اندز او الهاي سيزون مثلا، مش تروح في ايام عاديه طبعا هتاخد غرفتك. قول انت هتروح الساعه 3 والهاوس كيبنج لسه ما خلصش الغرفه بتاعتك، ممكن تطالب بحقك اللي هو ميعاد الدخول الساعه 3، فين غرفتي، من غير ما يفكروا انت بتاخد روم ابجريد حتى. والاحسن كمان لو انت بيكون معاك عائلات او اطفال، تمام، احنا بنراعي حاجه زي كده وبنديك الغرفه اللي بتكون جاهزه. ما اقدرش اعمل لك داون جريد اللي انا اديك غرفه اقل من اللي انت حجزتها، لا بالعكس، انا هديك غرفه اعلى من اللي انت حجزتها، خصوصا لو ميعاد التشيك ان جه، تمام، وغرفتك لسه مش جاهزه. الحاله الثالثه، لو انت حاجز يومين 3 او يوم مثلا، بنديك ابجريد، خصوصا لو انت اول مره تيجي الفندق او حاجز من الاونلاين زي بوكن دوت كوم، اكسبيديا، اجودا، لان نوعا ما الفنادق دلوقتي بتقدر الجست اللي جاي اونلاين علشان هو بيكون دافع اكتر. شايفين ان السعر بيكون احسن على بوكن دوت كوم، بجانب بيستخدموا حته الريفيو اللي هو ممكن يعمل ريفيو. حاله كمان معانا لما يكون عندك بيرث داي او ويدنج انيفرساري او عندك اي مناسبه انت حابب تحتفل بيها في الفندق، او انت حاجز اصلا الفندق علشان المناسبه دي. وخلي بالكم يا جماعه، مش لازما تروح في يوم المناسبه، لا، انا ممكن يكون عيد ميلادي الشهر اللي فات بس ظروفي ووقتي سمح ان انا اروح الفندق دلوقتي او الشهر دوت. ممكن يكون عيد جوازنا عدى عليه شهرين مثلا او الشهر اللي فات، بس حابب احتفل بيه الشهر دوت. فانت ما فيش مشكله، انت ممكن تحجز الحجز بتاعك سواء انت حجزت مع ترافل ايجنسي او اونلاين او مع الفندق على طول. ابعت ايميل قبل الوصول، يستحسن خلينا نقول 7 ايام او 10 ايام قبل الوصول لو انت رايح في هاي سيزون. ممكن تبعت لهم ايميل او تتصل بالفندق اللي هو انا عايز اطلب ابجريد، مفيش مشكله خالص، تمام،
وهيقول لك subject to the availability. لو احنا عندنا مثلا زي availability مفيش مشكله بناخد نوتس ونحطها. و80% من الناس اللي بتطلب الابجريد للانيفرساري او لاعياد الميلاد المناسبات يعني بياخدوا طبعا، لان دي بتكون مناسبه جميله جدا، وده شغلنا احنا كناس فنادق، تخليك تاخد زي تعمل ذكريات كويسه عندنا في الفنادق علشان تقول لاصحابك وبرضه هم يجوا عندنا في الفندق. مش الطريق زحمه جدا، وبيقولوا دبي فاضيه والامارات فاضيه، يعني احنا بكلمكم دلوقتي في اول شهر 6 بقالي ساعه في الطريق، الدنيا زحمه جدا يعني. ابعت ايميل اتصل على الريسبشن او الريزرفيشن، قول لهم انا الحجز بتاعي كذا وعايز اعمل اطلب فري ابجريد وامينيتيز برضو في الغرفه، اللي هم يدوك امينيتيز جوه الغرفه مع الوصول. وطبعا كله بيعتمد على اسلوبك، تمام؟ خليك طبعا تطلب حاجه بالذوق، حاجه بالاحترام، لان الموظف برضو اللي موجود هناك هو هناك علشان يساعدك ويحقق لك الطلبات بتاعتك لو في الامكان طبعا. خامس حاجه ودي اسهل حاجه اصلا، ادفع فلوس الريسبشنست، اديله تيبس وانت داخل مع الاي دي او الباسبور، ايه الاخبار، صباح الخير، وتقول اسمه. دايما بنبقى حاطين نيم تاج، انا بقول برضو يعني من واقع اللي انا كنت بشوفه، من واقع خبرتي، بنبقى حاطين نيم تاج وبتحط في الباسبور او في الاي دي بتاعك، تدي له تيبس، تقول له دي اول مره مثلا معاكم، ولو في امكانيه اخد روم ابجريد، هتاخد بقى روم ابجريد لسويت ويحط لك امينيتيز وينزلك في اي بي والكلام ده كله. بالكم برضو يعني في ناس كتير جدا بتفهم فكره التيبس او الاكراميه ديت غلط. انت دافع اوريدي، يعني ابسط ما فيها الريسبشنست او اللي واقف في الفندق، تمام، هيقول لك نفس فكره بالظبط. انت رايح تشتري عربيه، يعني انت ما ينفعش تروح تدفع فلوس عربيه تويوتا كرولا مثلا وتقول للراجل اديني بي ام. اقل ما فيها الريسبشنست اللي موجود في الفندق هيقول لك انت دفعت الغرفه الستاندرد اللي هي ثمنها مثلا 1000 درهم، هديك الغرفه اللي هي ب 1000 درهم. فانت لازم تراعي حاجه زي كده، مش بالاجبار اللي هو يديك الفري ابجريد، لكن انت هنا بتقدره في الموقف دوت وبتدي له تيبس، ده زي اكراميه ليه، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو لو في امكانيه هو بيديك الابجريد. كمان ممكن نعملها اللي هي انا ادفع اصلا فلوس الابجريد. اول ما تروح الريسبشن هتسال الابجريد بكام من الغرفه اللي انا فيها للغرفه الثانيه اللي هي السويت او بريميوم، او حابب غرفه اعلى. وفي نفس الوقت انت ممكن تعمل نيجوشيشن مع الراجل اللي واقف في الريسبشن على السعر وتدفع الفلوس كلها. حاجه كمان ممكن تديك فري ابجريد اللي هي الممبر شيب. الممبر شيب كل الفنادق او معظم الفنادق اللي هي الفور ستار 5 ستار اللي تشين بيكون ليهم زي عضويه، تمام؟ العضويه دي بتديك نقاط في كل مره بتنزل فيها تبع فنادق المجموعه دي. يعني لو هتروح مثلا فنادق زي اكور او ماريوت او هيلتون هتلاقي في ليهم ممبرشيب. اي فندق بتقعده في اي مكان في العالم بتاخد بوينتس، مع الوقت البوينتس دي بتعلي لك الليفل بتاعك، وكل ليفل بيديك حاجات اكتر، زي مثلا اللي تشيك ان اللي انت توصل بدري والغرفه تكون جاهزه ليك، تخرج متاخر من الغرفه تاخد روم ابجريد. فالممبرشيب برضو ممكن تسال عليها الفنادق اللي انتوا بتنزلوها هل هم عندهم ممبرشيب ولا لا. في نقطه كمان اللي هي البرايسز ممكن تلعب عليها علشان تاخد فري ابجريد. دايما قبل ما تروح الفندق خلينا نقول لو انت في الطريق ادخل وشوف نفس الاوضه اللي انت حجزتها، هات نفس الفتره اللي انت هتقعد فيها. يعني انا مثلا قاعد من بكره 7 ليالي، فالنهارده انا هدخل اونلاين على الويب سايت واشوف الغرفه دي بكام لمده ال7 ليالي. ليه انا بعمل كده؟ واقارن بالسعر اللي انا دافعه بيه. بس ده في حاله لو انا كنت حاجز من اونلاين، تمام، او حاجز مع الفندق دايركت مش مع شركه سياحه، لان شركات السياحه بيكون ليهم اسعار تانية، يعني اسعار خاصه. دلوقتي انا لقيت السعر اقل من اللي انا دفعته، انا دفعت 1000 درهم بس شايف اونلاين الفندق بيبيع لي نفس الاوضه في نفس الوقت 800 درهم، كده في فرق 200 درهم للغرفه اللي انا حاجزها. اول ما اروح الريسبشن بعمل هايلايت لحاجه زي كده، انا دافع 1000 ودلوقتي الغرفه ب 800، انا محتاج اعمل استرداد لل 200 درهم الفرق، او اديني بيهم فري روم ابجريد. في طريقه كمان حبيت اخليها في الاخر، والطريقه دي دايما جنسيه واحده بس هي اللي بتعملها، والجنسيه دي مشهوره جدا. طيب الجنسيه دي بتعمل ايه؟ الجنسيه دي بتبقى حلوين جدا معاك في التشيك ان، يعني بيعملوا لك من البحر طحينه زي ما بيقولوا في التشيك ان، وما بيسالوش على اي حاجه خالص، ما بيقولكش اديني ابجريد، ما يقولكش الغرفه عامله ايه ولا انا حاجز ايه، ما فيش مشكله، اللي بتقوله له بتديه له
يقول لك اوكي واو ثانك يو. يعني بص، واول ما يروح الاوضه دقيقه بالظبط او دقيقتين تلاقيه بيكلمك وبيزعق في التليفون، او بتزعق في التليفون وبتصرخ وتقول لك بعت لي حد دلوقتي في الاوضه، او بعت لي الهاوس كيبنج دلوقتي في الاوضه. الهاوس كيبنج يروح يبص، ينزل مثلا تحت السرير، او بتكون جنب المكتب او ناحيه البلكونه مثلا، وتلاقيه حاطط لك ايه يا معلم؟ يا اما بورس صغير، يا اما سحليه، يا اما بيشيلوا الشعر مثلا ويحطوه في السرير او تحت المخده. هم اللي بيكونوا حاطينها ان بيربس، و ويتبلوا على الفنادق او الفندق اللي هم نازلين فيه علشان يطلبوا ريفاند، علشان يطلبوا روم ابجريد او ميل ابجريد، وبياخدوا صور وبيهددوا طبعا اللي هم هيحطوا الكلام ده كله اونلاين. فما بيكونش عندنا اي حاجه غير اللي احنا نديهم اللي هم عايزينه. بس طبعا بنحاول نساوم لان احنا فاهمين حاجه زي كده. يعني طبعا في ناس كتير جدا كان بتطلب فول ريفاند الستاي، بيبقوا حاجزين مع الفندق على طول، او الويب سايت الرئيسي للفندق، تمام، دايركت، ويقول لك لا اديني فلوس. بيبقوا حاجزين مثلا ب 40,000 درهم 50,000 درهم، يقول لك اديني فلوسي واديني فري ستاي كمان، هبقى قاعد وانا ماشي هاخد فلوس. عش الفلوس طبعا كلها تبقى كيس تو كيس، ودرجه ثقه الجست في نفسه قد ايه. دي مثلا كانت حاجات سريعه عن ازاي تاخد روم ابجريد، او اصلا الروم ابجريد بيشتغل ازاي اللي موجود في الفنادق. دي قوانين عالميه بقى، وفي حاجات تانية كتير بس انا مش حابب اذكرها لانها هتكون حاجات غير شرعيه، تمام، بس الجست بيعملها واحنا عايشين معاها كل يوم يعني. المره الجايه ممكن نتكلم ازاي ناخد ليت تشيك اوت، ازاي نقعد في الاوضه اكتر من الوقت بتاعنا، او مثلا ايرلي تشيك ان لو احنا هنبقى جايين بدري في الفنادق، ازاي ناخد الغرفه اول ما نوصل ونعمل ايه. لو انتوا حابين ممكن تسيبوني في الكومنتس عايزين تعرفوا ايه بما اننا احنا في فتره الصيف عن الفنادق. ما تنساش برضو تكتب لي لو انت كنت اخر مره في فندق ازاي خدت روم ابجريد، او عملت ايه علشان تاخد روم ابجريد ببلاش. السلام عليكم واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.